السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الناشط الصحراوي والقيادي السابق في جبهة البوليساريو رسالة إلى ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية الذي يزور الأقاليم الجنوبية، لفت من خلالها انتباهه إلى الوضع في مخيمات تندوف والمضايقات التي تتعرض لها الأصوات المعارضة للجبهة الانفصالية بسبب مواقفها من طريقة إدارة النزاع حول الصحراء. وقال أيضا ولدي سيدي مولود في مستهل رسالته إلى تفاصيل اختطافه واعتقاله من لدن البوليساريو التي كان موظفا ساميا في جهازها الأمني في شهر شتنبر من العام 2010 قبل أن يتم إبعاده ونفيه إلى موريتانيا التي يعيش فيها وضعا استثنائيا منذ ذلك التاريخ على خلفية اتهامه بالخيانة إثر مجاهرته بتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها أفضل الحلول لحل النزاع في الصحراء. وأضاف المسؤول الأمني السابق في البوليساريو متوجها بالكلام إلى دي ميستورا: لست أول الصحراويين ولا آخر من يختلف منهم على النهج الذي تدير به جبهة البوليساريو هذا النزاع، فمثلي كثر، مشيرا في الصدد ذاته إلى أن الذين يعيشون في المخيمات ليسوا حتما من تسميهم الجبهة بالشعب الصحراوي، ذلك أنه لا يوجد شعب في العالم بلون سياسي واحد ورأي واحد. ولفت ولد السيد إلى الادعاءات الكاذبة لدى البوليساريو التي تزعم من خلالها أن المغرب يمارس حصارا أمنيا ويقمع النشطاء الصحراويين المخالفين لموقفه، مشيرا إلى أن لقاء دي ميستورا بهؤلاء إبان زيارته إلى العيون دون أن يمسهم أي سوء يفند هذه الادعاءات، عكس ما هو عليه الأمر في المخيمات، حيث لن يستطيع المسؤول الأممي اللقاء بمن يخالف توجهات الجبهة ليس لغيابهم وإنما بسبب اضطهاد قيادتها للأصوات المعارضة وإجبارها على مغادرة المخيمات بتعاون مع الأجهزة الجزائرية. ودعا الناشط المنفي إلى موريتانيا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء إلى توجيه طلب إلى قيادة الجبهة التي تدير المخيمات بتفويض من الجزائر بشأن تنظيم لقاء له مع المعارضين لمقاربة البوليساريو لحل النزاع، مشددا على أن فتح المخيمات وحماية من فيها من شأنه أن يجد معه هذا النزاع طريقه إلى الحل بأقل التكاليف ولربما دون تدخل من أحد. يذكر أن جبهة البوليساريو كانت قد اعتقلت مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في شتنبر من العام 2010 بسبب ما وصفته حينها بالإخلال بالواجبات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يمليها انتماؤه إلى جهاز الشرطة الوطنية الصحراوية، وفي مقدمتها الدفاع عن حرمة وحدة الوطن، متهمة إياه بإفشاء أسرار تتعلق بمؤسسات الدولة الصحراوية وارتكاب أعمال التجسس لصالح دولة في حالة حرب مع البوليساريو، على إثر خروجه في ندوة صحفية للتعبير عن تأييده لمقترح الحكم الذاتي كأفضل مقاربة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.